بسبب السينابون ريحة البيت كلها بقت قرفة، بجد حاجة كده حكاية. تعالي لما اقولك ازاي تعمليه وتعملي الصوص الجامد ده، والعجينة هتطلع في ايديكي هشة وطرية زي حتة القطن او الاسفنجة، وكمان هينجح معاكي من اول مرة. يلا بينا ندخل على المقادير ونشوف وصفتنا هنعملها ازاي. معايا كيلو من الدقيق هننزل بذرة ملح، وباكو من الخميرة الفورية، 3 معالق كبار من السكر، ونقلب المكونات الجافة دي مع بعض. بعد كده هيكون معانا كوبايتين من الحليب الدافي، ننزل بأول كوباية ونبدأ نعجن كويس. بعد كده هنزل بنص الكوباية التانية، طبعا ما بنزلش بالحليب كله علشان كل دي على حسب احتياجه للسوائل، فبننزل بالسوائل واحدة واحدة لغاية ما اشوف العجينة في ايدي عاملة ازاي. هنا نزلت بكوبايتين الحليب وحسيت لسه محتاجة نص كمان، فهضيف نص حليب كمان، وطبعا لازم يكون دافي. بعد كده بعد ما الدقيق امتص كل السوائل اللي انا حطيتها، يلا بقى ناخد العجينة الجامدة دي على الرخامة علشان نخدمها كويس. هبدأ اعجن العجينة بتاعتي كويس خالص، وبعد ما تتلم في ايديا كده هيكون معانا معلقتين كبار من الزبدة الطرية، هننزل بيهم على طول على العجينة. ويلا بقى نعجن كويس. وهتلاحظوا اول ما بنبدأ نعجن العجينة بعد ما حطينا الزبدة بتبتدي تتقطع في ايدينا، بس ما تقلقوش، كل ما بنعجن كل ما العجينة هتتلم في ايدينا ويبقى ده شكلها ناعمة كده وما بتلزقش خالص في ايدينا، يعني بتلزق بس ايدينا بتطلع بسهولة ويبقى ده شكلها. يلا بقى نحطها في طبق ونغطيها ونسيبها علشان تخمر. ولغاية ما العجينة ما تخمر يلا بينا نحضر الحشوة بتاعتنا. عبارة عن ايه؟ معلقة كبيرة من السكر، معلقتين كبار من الكاكاو الخام الاسباني علشان يبقى ريحته وطعمه حكاية، ومعلقة كبيرة من القرفة. نقلب الكلام ده كله مع بعض وبكده تبقى حشوتنا جاهزة. وهنا العجينة كانت خمرت، يلا بقى نفضي الهواء منها وننزل بيها على طول على الرخامة، ونبدأ نفردها لغاية ما يبقى ده سمكها. بعد كده نفرد على العجينة زبدة طرية وندهنها كويس بالزبدة دي. بعد ما فردنا الزبدة بالشكل ده يلا بقى ننزل بالكاكاو او القرفة او الحشو اللي حضرناه يعني على العجينة بالشكل ده. وبعد كده هبدأ اقطع العجينة دي شرايح بالطول زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، وبعد كده نبدأ نلف كل شريحة بالشكل ده. طبعا انا حسيت ان هي الدايرة هتبقى كبيرة معايا، فكنت هقطعها نصين، بس قلت يلا مش مهم نكملها بالشكل ده، وزي ما انتوا شايفين انها كبيرة ازاي، بس يلا مش مشكلة، قلت 2 ياكلوا فيها يعني. بعد كده بنضغط الدايرة بالشكل ده، وزي ما انتوا شفتوا ان باخد الطرف بحطه من تحت علشان خاطر السينابون متفكش معانا. وهنا جبت بكرة او عجلة البيتزا وقطعت كل عمود نصين علشان خاطر الدايرة تبقى صغيرة معايا زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده باخد الاول بنضغط، وبعد كده بناخد الطرف ندخله من تحت علشان الدايرة دي ما تفكش مننا. وبعد كده في صينية مدهونة بالزبدة او زيت او اي مادة دهنية، ونبدأ نرص السينابون بتاعنا، ولازم نسيب مسافة علشان هيخمر تاني. يلا بقى نحضر الصوص. بنحط كوباية سكر بودرة مع كوباية لبن بودر مع معلقة زبدة مع 8 مثلثات من الجبنة ومع نص كوباية من المية المغلية، ونضرب الكلام ده كله كويس مع بعض، وبكده يبقى الصوص معانا جاهز. وزي ما انتوا شايفين ده القوام المظبوط، لان هو لما بيبرد بيتقل كمان. وهنا العجينة كانت خمرت او السينابون خمر. يلا بقى ندخله على فرن طبعا مسبقة التسخين على درجة حرارة عالية، واول ما ياخد لون من فوق ومن تحت بالشكل ده بنخرجه وننزل بالصوص على طول عليه هو وسخن بالشكل ده. وزينوه بقى بالكراميل، تزينوه بالشوكليت او تسيبوه كده، بجد حكاية. وتعالوا بقى نطلع قطعة كده ونشوف شكلها عامل ازاي. وبصوا هنا شايفين الصوص لما بيبرد ازاي بيتقل، بس بجد طعمه حكاية. وتعالوا بقى لما نشوف قطعة السينابون من جوه عاملة ازاي. اول ما بنزل بالشوكة كده عليها على طول بتحسوا فعلا بجد انها قطعة اسفنج في ايديا، بجد خطيرة. وتعالوا نشوف السينابون من جوه ازاي، بجد خطير، والعجينة بجد كانت ناجحة وخطيرة.